هاي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا هنعمل مع بعض بسلة بالجزر باللحمة المفرومة، معاهم شوية رز بالشعرية يجننوا. قبل ما نبدأ الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. معانا بقى كده حلة على النار، حطينا معلقتين سمنة كبار مع 3 بصلات مفرومين وحتة ليا. شوحنا البصلة كويس قوي ونزلنا بعد كده باللحمة المفرومة، شوحتها كويس قوي مع البصلة لحد ما تاخد لون كده اللي هو اللون البني. حطيت عليها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسمر وشطة، وقلبتها كده معاهم لحد ما حسيت ان ريحة التوابل طلعت وان اللحمة خلاص خدت لون واستوت كده مع البصلة. بعد كده بقى نزلت بالخضار اللي هو البسلة والجزر، شوحتهم كويس برضو قوي مع التقليب المستمر كده مع البصلة واللحمة. تفضلي بقى تشوحي فيهم لحد برضك ما تحسيهم خدوا لون كده وتشمعوا كلهم مع بعض. بعد كده بقى نزلت بعصير الطماطم، ده نص كيلو طماطم فرمته كده عصرته في الخلاط، وحطيت معلقة صلصة كبيرة عشان برضك اللون يبقى حلو، وقلبتهم كده. هغطيها بقى واسيبها تتسبك شوية، وعقبال ما تتسبك هروح نعمل ايه الرز بالشعرية. غطيتها كده ونروح بقى مع بعض نعمل الرز. في حلة حطيت معلقتين زيت كبار وشوحت الشعرية كويس قوي لحد ما خدت لون ذهبي. اهي كده البسلة كانت اتسبكت، قلبتها كده تقليبة وحطيت لها معلقة ملح ومعلقة سكر عشان يبقى طعمها حلو. كده الشعرية معانا هي احمرت، وبعد كده نزلت عليها بكوبايتين الرز، قلبتهم كده شوية مع بعض مع الفلفل الاسمر والملح. بعد كده نزلت بقى بالشوربة. مقدار الشوربة هو يدوبك تغطي بس الرز بعقلة. وبعد كده حطيت شوية ملح وغطيته، غطيت يعني الرز وغطيت عليه. هنا البسلة بقى بعد ما اتسبكت زودت لها بس شوية شوربة وسبتها تغلي كده غلوتين لحد ما تستوي. هنا بقى بعد ما استوت ريحتها تجنن، وطبعا مش قادرة اقول لكم على طعمها، كانت حلوة قوي. معنا الرز بعد ما استوى برضو كان طعمه حلو وريحته حلوة وكان مفلفل كده مش معجن. شايفين الرز مفلفل ازاي مش معجن في بعضه. والبسلة اهي معانا. هنغرف بقى كده في الاطباق عشان نقدمها، وبألف هنا وشفا. بسلة طعمها يجنن وريحتها حلوة قوي، والرز معانا مفلفل وطالع كده حلو مش معجن في بعضه. لو عجبك بقى الفيديو وصلتي معايا لحد هنا، اعملي لي لايك، اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.